إذا سافرنا من شمال المغرب إلى جنوبه لن نلاحظ فقط تنوع تضاريسه وطبيعته، بل أيضا تنوع سكانه. ففي منطقة الريف وجبالة نجد سكانها ذوي البشرة البيضاء الناصعة والشقراء، ثم في الوسط بالأطلس المتوسط نجد سكانه ذوي البشرة البيضاء التي تميل إلى الزرقة أو إلى الإسمرار، ثم في جنوبه نجد سكانه ذوي البشرة السمراء أو السوداء. المغرب بلد متنوع التضاريس، قليل هي الدول التي تجمع بين المحيط والجبال والسهول والصحراء، فكيف جعل هذا التنوع الطبيعي المغاربة متعددي الثقافات والعادات بل ومتعددي الشخصيات؟ وكيف أثرت الطبيعة في هوية المغاربة؟ المغرب بلد إذا نظرت إليه من السماء رأيته لوحة فسيفسائية عجيبة، سواحل تمتد بلا نهاية، وجبال شامخة تلامس الغيوم، وصحراء شاسعة لا تحدها أفق. لكن هل تعلم عزيزي المشاهد، وهل تعلم يا عزيزتي المشاهدة، أن هذه الطبيعة المتنوعة لم ترسم فقط جغرافية البلاد، بل رسمت أيضا شخصية المغاربة وهويتهم الجماعية. فالبحر على ضفتيه المتوسطية والأطلسية جعل المغاربة منذ أقدم العصور شعبا منفتحا، رغم أن تاريخ الأمازيغ ما زال في طور الاكتشاف والتحقيق، إلا أن الثابت أن الأمازيغ راكبوا البحر منذ القدم، خاصة بمجيء الفينيقيين والقرطاجيين سنة 800 قبل الميلاد، فتعلموا الجرأة والشجاعة وحب المغامرة. ومع عبور المغربي الأمازيغي طارق بن زياد ومع عبوره للبحر الأبيض المتوسط لفتح الأندلس بجيش معظمه من الأمازيغ سنة 711 ميلادية، وكذا عبور جيوش الدولة المرابطية المغربية لإنقاذ الأندلس من حروب الاستمداد الإسبانية سنة 1086 ميلادية، إلا دليل على شجاعة الإنسان المغربي وانفتاحه وحبه للمغامرة. فالبحر شكل بوابة المغرب